من هو مراد قريلان؟ بعد الشخصيات الأربعة المعروفين بمجموعة أنقرة، جميل بايك، مصطفى قرسو، علي حيدر كايتان ودوران كالكان، يعد قريلان الشخصية الخامسة الأكثر تأثيرا ونفوذا في عمق حزب العمال الكردستاني باكاكا. ولد قريلان في 5 حزيران عام 55 في منطقة بلاجيك بروها. تخرج من معهد الهندسة الميكانيكية في روها. قبل انضمامه إلى باكاكا كان ينشط في التهريب بين كوباني وبرسوس، وبسبب عمله ونشاطه في التهريب أصبح شخصية ذكية فطنة في المجال الجغرافي والأمني. انضم إلى رفوف باكاكا عام 79 وانتقل إلى جبهة لبنان عبر الحدود عام 80. ولقيامه بأعمال التهريب عبر الحدود كان يقيم في كوباني ويواصل نضاله على الحدود تحت قيادة عبد الله أوجلان. قريلان كان ذكيا ورفيقا لأوجلاء من أبناء مدينته، وهذا ما تسبب بصعوده وارتقائه على مستوى التنظيم وكسب ثقة أوجلان. نفذ مهاما مهمة ونضالا هاما في سوريا وأوروبا، لكن ما جعل قريلان قريلانا وتعين أوجلان له كقائد أورجاكا جيش تحرير الشعب الكردستاني في ربيع عام 92 وبقائه في منطقة حفتنين. كانت جبهته أكثر الجبهات ضراوة وتأثيرا في حرب باكاكا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 92. ومنذ ذلك الحين أصبح القائد الأول للشؤون العسكرية لباكاكا طيلة هذه 33 عاما. مجموعة أنقرة أصبحت عدوة قريلان. كان الأعضاء الأربعة لمجموعة أنقرة بعيدين كل البعد عن الكفاءة القتالية وشؤون الحرب وإدارتها، ولم يشاركوا قط في أي قتال. ولأن قريلان أوصل نفسه لمستواهم فقد كانوا مستائين ممتعضين منه. عام 2004 ازداد عداؤهم تجاه قريلان، فبدأ أوجلان بفتح تحقيق بحق مجموعة أنقرة وعين مراد قريلان قائدا لمنظومة كاجاكا. وانقسم أعضاء باكاكا إلى مجموعتين، أنصار جمال قريلان وأنصار جميل. وانضم شخصيات مثل باسي هوزاد ورضا ألتون وصابري أوك إلى كافة جميل بايك في هذا الصراع والعداء. ورغم المقاومة الشاقة لقريلان في هذا الصراع الداخلي المميت، إلا أنه انهزم وانهار أخيرا. عام 2013 أقاله أوجلان وعزله وعين جميل بايك مكانه. بعدها تمت إعادة قريلان مرة أخرى إلى الخدمة العسكرية وأبعد عن السياسة. وبهذه الخطوة أصبح جميل بايك الشخصية الثانية في باكاكا بعد أوجلان. قائد الجبال المهزوم مراد قريلان. من الناحية العسكرية يعد قريلان قائدا مهزوما، فخلال قيادته العسكرية التي استمرت 33 عاما لم يحقق باكاكا أي انتصار في استراتيجيته العسكرية. من عام 92 إلى عام 98 كان قريلان مسؤولا عن منطقة بوتان، وتحت قيادته تم إخلاء أكثر من 1000 قرية في بوتان وتهجير مئات الآلاف من الناس من ديارهم وقرهم. أصبحت بوتان خالية. تكبد الجريلا خسائر فادحة في هجماتهم على قرقولات عساكر الأتراك الأعداء. عام 98 أجبر قريلان على مغادرة بوتان وتركها كقائد مهزوم متخاذل. في عام 2004 عندما أراد أوجلان استئناف الحرب، أصر قريلان على الدفاع عن قرار الحرب لأوجلان، وضمن قرار الحرب في الأول من حزيران خلال المؤتمر الثاني للحزب. ورغم أنه كان رئيسا لكاجاكا إلا أنه بدأ يستحوذ ويسيطر على قوات الدفاع الشعبي هاباكا بشكل تدريجي يوما بعد يوم، وإدراكا منه بأنهم سيكونون ضحايا لتكتيكات القوات المسلحة التركية، أرسل آلاف الجريلا إلى جبال باكور كردستان تركيا، وفقد هؤلاء جميعا أرواحهم. فرمى الجريلا أمثال عادل بلكي وآبيحس وآتاكان ماهر وآلاف آخرين في نيران العدو لمجرد أن يقال بأن الحرب مستمرة. عام 2015 عندما دمرت حرب الخنادق والأنفاق باكور كردستان وعقدت أوضاع شعب باكور ووضعتهم في أزمة كبيرة وخانقة، كان مراد قريلان آنذاك قائدا لهاباكا. كانت فكرته تأسيس تنظيم باسم وحدات حماية المدنيين يابس لخوض حرب الأنفاق، تلك الحرب التي دمرت مدن باكور كردستان. كثيرا ما ظهر على شاشات التلفاز وروج لهذه الحرب قائلا: لقد طورنا تكتيكات جديدة وبنينا أنفاق الحرب. ولكن في رسالته بتاريخ 27 شباط اعترف أوجلان وأقر أخيرا بالهزيمة العسكرية المدوية لباكاكا. فقريلان يعد القائد المهزوم لاستراتيجية حرب الشعب طويلة الأمد، وكذلك لاستراتيجية الدفاع المشروع لباكاكا في آن واحد. قريلان المسؤول عن كل الخسائر والانتكاسات.
رغم أنه اكتسب محبة شعبية كبيرة لكونه الشخصية الوحيدة في مجموعة أنقرة الذي يتحدث اللغة الكردية ويعرف الشعب، لكنه كان صيادا عديم الرحمة لمناضلي وقادة بككة، ولم يتردد في قتل الناس في الأنشطة والعمليات التي نظمها وأدارها فقط من أجل إظهار قوته. فقد آلاف الجريلة أرواحهم وقضوا حياتهم تحت إمرته وبأمره، وفي الوقت نفسه كان قاتلا محترفا في عمليات التصفية الداخلية داخل باكيكا. فقد قتل شخصيات مثل محمد شنر وناصر أي فاروق بوزغور بأوامره وتخطيطه. قريلان يستغل صحبة البارزانيين وصداقتهم. في العقد الأول من هذا القرن رأى قريلان أن بايك يحظى بدعم إيراني، ولكسب التأثير والنفوذ ضد بايك تقرب قريلان من حركة البارزاني، وسعى جاهدا أن يعرف عن نفسه ككردي وطني مخلص أمام أنظار أبناء إقليم كردستان، لكنه مع ذلك خطط سرا أيضا ضد إقليم كردستان مستغلا صداقة حركة البارزاني. بعد عام 15 أدار فوهاد بنادق الجريلا نحو صدور بيشمركة كردستان، وأوصل عداءه لمستوى غير مسبوق حتى قال: سأقف مع الآبوتشيين في جميع أنحاء العالم في مهاجمة البارزانيين. أصدر أوامره للجريلا باستهداف البيشمركة، فأوقع منهم 12 شهيدا، من بينهم غازي صالح آل خان ومحمد ميرزا سندي. اطلاع قريلان ومشاركته الفعالة في هذا العداء المقيت للديمقراطي الكردستاني أضعفه أمام جميل بايك. هذا ولا يزال قريلان شخصية هامة ومؤثرة في باككا، وأوجلان هو من سيحدد مصيره من الآن فصاعدا مرة أخرى.